ملاك الإبل. مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم ملاك الإبل. ضيفنا في هذه الحلقة هو مالك الإبل المعروف عليان بن راشد الطهيمي الحربي. بدأ جمع الإبل في السنوات العشر الأخيرة، وبدأ بقوة بالمنافسة على المراكز المتقدمة في مزايا أم رقيبة. احتل المركز الأول ثم النخبة في السنة التي تليها. حياك الله أبو فواز معنا في هذا اللقاء. الله يحييك يا أبو سعود. بداية إن نسألك، احنا قدمنا قلنا بدأ جمع الإبل في السنوات العشر الأخيرة، نبي نسألك عن مراحل جمعها. والله مراحل جمع الإبل ترى فيه صعوبة شوي، من ناحية الاختيار، من ناحية المواصفات، من ناحية لأن الزين مقلول وندرة، والندرة دايم هي اللي تحدد سعرها وتحدد قيمتها لأنها ما هي موجودة، والبحث عنها يطول والحصول عليها في صعوبة. بالنسبة للندرة الآن ولا قبل أسهل بالنسبة لجمع الإبل؟ لا والله أول أسهل منها الحين صعب جدا. الآن الوقت الحالي أحس فيه صعوبة أكثر. طيب، مشاركاتك في المزاينات، شاركت أنت في مزاين أم رقيبة طال؟ نعم. لو تحدثنا عن مشاركاتك اللي صار. والله المشاركات شاركنا، أنت عارف أن هذه مشاركات شريفة وتجمعك بالناس وتجمعك والاختلاط ويشاركونك ناس على ما قال لو تمنى مشاركتهم ومعرفتهم ما حصلت لك، فهذه حد ذاتها مكسب. أنت أخذت المركز الأول؟ اي نعم. بعد أخذنا النخبة. طبعا على مستوى الخليج جائزة الملك عبد العزيز بيض الله ثراه مؤسس هذا الكيان هو اللي شدنا يطول الأمر للمنافسة، وأن نهتم بها ونجيب ندرة الإبل الطيبة ننافس فيها. وش تعني لك هي جائزة الملك عبد العزيز كمالك إبل مشارك؟ والله تشرفني لأنه موحد هذا الكيان بيض الله ثراه، وله علينا حق مدام طلب منها جائزة الملك عبد العزيز، واللي يرسها واحد من أبنائه مشعل بن عبد العزيز الله يطول عمره وعمركم وعمر من يسمع. الحقيقة يعنينا بالكثير. أبرز إيجابيات المزاينات على أثرها على ملاك الإبل بشكل عام، يعني من وجهة نظرك؟ هي طيبة للجميع، وجهة نظر أنها طيبة للجميع. أول شيء تهم شريحة كبيرة من المواطنين، وفيها نوع من الاقتصاد، وفيها نوع من الرهفية، وفيها نوع من الراحة والاستجمام. برأيك اللي استفاد اللي دخلوا المزاينات ولا البدوي اللي أنتج ويبيع؟ لا والله اللي أنتج وباع هو المستفيد. احنا والله هو سحب فلوسنا، لكن أنتوا أخذتوا الوجهة وأخذتوا المراكز لكن يطول الأمر احنا اللي يقول رعى المثل الصب الجابي، طلب منا الفلوس أنها تطلع لمواطن وداخل الوطن كان ما طلع منك شيء، كأنه على ما قال وانت اقتنيت ندرة طيبة من الإبل إن شاء الله الحقيقة ما فيها إن شاء الله على ما قال هو مستفيد وحنا مستفيدين. احنا اقتنينا ندرة الإبل الطيبة وهو استفاد المبالغ متابعة الإبل وأنت رجل أعمال ومشغول، شلون يعني وقتك قبل الإبل وبعد ما صار عندك علم؟ والله الحقيقة هي تأخذ جزءا كبير من الوقت الإبل، لأنها هي فيها جاذبية وفيها راحة نفس واطمئنان. وإذا حبيت أنك تطلع للإبل أو تعزم مثل أبو سعود ومثل الطيبين اللي يهون الإبل يرتاحون له، وحتى يجونك. لو أنا مثال يعني لو عزمت واحد من الأخوان قلت له ترى نعزمك بالبيت يمكن والله يتعذر، لكن لو قلت عند الإبل يبي يقول والله تم، بيشوف الإبل بيستانس بيشرب حليب بيرتاح بيشوف ندرة الإبل الزينة والحويرة الطيبة. بالنسبة للوقت يعني هزاد، يعني قبل كنت تطلع لها خميس وجمعة، بعدين صرت تطلع لها بالأسبوع في الأسبوعين، صارت تأخذ من وقتك على حساب أعمالك ولا لا؟ تأخذ الكثير والله، تأخذ الكثير الحقيقة، لكن الآن العمل مرتب لله الحمد، وكل الناس اللي عامل له ناس متابعونه، وانت ما عليك الا الاشراف او بالتلفون،
لكن أحس جلوسي عند البل وطلعتي مع البل أحس أنها متعة. لذلك حقيقة كل ما لا تاخذ وقت باستمرار. اي والله باستمرار، وتاخذ من الوقت والله تاخذ وقت. طيب ما دام انها الحين تاخذ من وقتك، بالنسبه لتطبيع البل انت تشرف عليه؟ تطبيع البل والله نشرف عليه الراعي اللي ما هو تطبيعه صح وشغله صح نقول بأمان الله. واللي شفناه مثلا عليه نقص من هذا نقول له اعمل كذا واعمل كذا واعمل كذا. لأن احنا الإبل كنا من الصغر وحنا معها ونعرفها على الأباء والأجداد، وكنا نقتنيها ونعرف طبعها ونعرف كيف ترعى وكيف تطبع وكيف. إيه بس ما الحين طلعت فنون جديدة ما كانت قبل موجودة. والله أنا موجود الحين وقبل. لا الحين صاروا يتزاودون زيادة الطبع بالهجيج، ما أدري أنها تدخل مع الطريق الفلاني وتطلع ما أدري مع لا يا طويل العمر، هي أول وقبل، لكن الناس ما هم بواحد. بعض الناس من أول ما يعرفون يطبعون على ركابة ولا على يسوقونها سوق، وبعض الناس لا على رحل من قدم. إيه بس الحين صار فيها مزاودات. بعض الناس يعني وقت عاد المرباع والاستانس في الربيع يصير فيها مزاودات بالهجيج طبعا العكس بأنها. طبعا الناس الحين كلهم قاعدوا يقلدون بعض. يعني اللي ما كان يطبعها الحين. والناس بعضها ما تطبع مثل ما أقول لك على ركابة وسوقونها سوق، لكن شاف زيد من الناس والله طبع له زين وكيف يطبع وكيف، راح وجاب راعي يطبع له أو جاب خبير يطبع له البل. وهي البل ثمرتها الطبع، إذا صار البل ما بها طبع زين ما بها ثمرة. بالنسبة لبعض الناس يقول أنا ما أصخيبها يعني. والله وش تصخيبها هي بالنسبة للتطبيع والهجيج والشدات الطويلة؟ لا هي كل شيء بوصول، وكل شيء بوصول. التدريب البل إذا دربتها وخذت على التدريب حتى لو ما هجت، لو مشي، لو حركة بسيطة، لو بغيت الحركة الصعبة تجي، بغيت الحركة البسيطة تجي. لكنها إذا صارت مثلا بها ربخ وبها شحم وبها وأرض وعرة والله إنك تحنها من الشيء. بالنسبة لدخول المزاينات وقت الجماهير وقت ما صارت مطبعة عادي ما أي لك شلون مع الجماهير مع الجموع خاصة مرة ما يغير عليها بشيء، مرة ما يغير عليها بشيء. لأن أذكر مرة جينا لأم رقيبة أيام ما أخذنا المركز الأول ولا النخبة؟ لا والله النخبة جالس الملك عبد العزيز. كان الجمهور احنا جينا متأخرين وانطبق علينا الجمهور كله، انطبق علينا ما قدرنا نتحرك لا ورا ولا قدام. كلمنا جانا المسؤول بالعسكر افتحوا لنا باب نبي ندخل. قال بن جلوي المدخل من الباب الشرقي من الجهة، لا من الجهة الجنوبية، والمطلع من الشمالي. حين الله يجيرك جينا من شمال ولا قدرنا ونبي نتعدى ولا قدرنا نتعدى. قالت الجماهير علينا هلا الناس ياخذون فكرة عن البل ويشوفون البل، لكنهم سقوا علينا بالسيارات والعالم. حاولوا العسكر انهم يصلحون طريق ما قدروا. اتصلنا بمجلو قلنا والله فتحوا لنا طريق ما قدرنا نجي. العسكر حاول قال لا لازم تجون مع الطريق الثاني. المهم ما قدرنا. راح مسؤول العسكر لمجلوي قال له والله ترى ابل الطهيمي ما قدرنا نحركها. الجمهور انطبق عليها ولا لا تروح لا ورا ولا قدام ولا ندري شو نسوي وش الراي. قالوا افتحوا لها لو بسيط افتحوا لها. المهم قلت افتحوا لنا طريق للرحول بس للرحول وخلوها من قدام. حتى مجروج جزاه الله خير قال خلوها من قدام تجي بس من مع يعني تشفقنا ان نطلع شفقنا بس بالطلوع. فتحوا طريق للرحول بس. الرحول يوم طلعت الرحول اللي بيفتح الدرب الناس قامت اللي طاح واللي راح يمين واللي صاح فتح الدرب وطلعت عطيل. فهذا ميزة الطبع الزين، يخدمك في بعض المواقف يعني مواقف صعبة. طيب اختيارك للوضح نبدي يعني الأنواع الثانية. والله الوضح يا طويل العمر أول شيء إن إحنا إبلنا وضح من الأساس على الآباء والأجداد يعني بهالمثنى القديمة يعني الوضع ما صار مثله، ولكن بالأخير عززنا على ما قال الأصالة القديمة لنا والحمد لله وفق الله توفيق الله الحمد لله ما شهدت. بالنسبة لبرايك اللي عمر البل هل هو الفحل ولا الأم
الناقة الطيبة؟ والله الاثنين، لكن أهم شيء الناقة الطيبة تكون موجودة، والفحل بيرفعها، الفحل اللي بخير يرفعها، واللي ما في خير يطمنها، الفحول الردية تطمن الب. بالنسبة للفحول وأشهرها في الوضح المعروفة يعني. المعروفة يا طويل العمر عدة فحول، من ضمنهن رمان وطافحان، هنا الفحول اللي عاد بالنسبة للبغاتير اللي هنا بالنسبة ريحان، هذا اللي كلهن فحول زينات. وهنا الأساس رمان اللي يتعلق برمان ناجح. هو الفحل اللي هذا تشوفها السلالتي عندنا البكار هذا اللي وزعنا، هذا اللي ولد. يعني هو ظهر صار عندك من سلالته نعم من سلالته، ومات. نعم من الله من سلالته ومات اللي شفت ما شاء الله عليها. بالنسبة لأسعار الإبل الآن يعني بوجهة نظرك يعني؟ أسعار الإبل وأنت أكيد يعني أقرب الناس وتعرف يعني، وأنت جيت بعزها. والله إحنا ودنا الإبل تصير ما يغالية، لكن غصبا علينا تصير غالية. الندرة تبي تصير غالية، والندرة بكل شيء، ما هو بس بالإبل، أي شيء فيه الندرة ترى غالي. طيب الندرة الآن يعني مثل أنت وغيرك من أشهر الملاك يعني إيش يملكون أشهر الفحول وأطيب يعني من النياب، ما يكفيهم عن الشراء يعني والإنتاج إنتاجهم؟ لا والله يكفي الإنتاج، لا يكفي وزيادة الإنتاج، بس إن اللي توه بادي لابد إنه يشري. حتى سمعت عند واحد بكرة زينة ولا إيه؟ عود طيب؟ والله هذه اللي يقول حتى الثانية من غلا البل، وهذا يعني تشفق إذا شفت الشيء زين ودك إنك تقتنيه، ودك إنه عندك ولا عند الصديق. البل كتجارة هل هي مربحة؟ أنا أقول إنها مربحة يعني مع ارتفاع يعني الآن أنا أقول إنها مربحة. الآن يا طويل العمر أنا شريت البعير اللي أنت قلت لي عنه ذا، عقب عندنا جولات. أمس بعت حد عياله ب3 مليون ما شاء الله تبارك. وحد هالجعد أنا شفت مش وين سيم 5، والله ما قلنا لا هذا خليها على الأقل فحلها. فلو حسبت يعني قمت أمه وقمت يعني منتج اقتصاد، أنا أعتبره اقتصاد. كم يجي عندك مثلا بالجولة كم بكرة؟ لكن أبوه 3 ملايين، هذا أمه بكم أبوه بكم؟ أبوهم 2 مليون وأمه من بعرنا اللي تشوف قدامك 2 مليون يعني مع تكاليفها. والله لا ما هي 2 مليون، لكنها الحمد لله يعني جابت خير، اعتبرها جابت خير. يعني لو جاء عندك مثلا نص هالإنتاج كله درج هولا كسبان، أنت كسبان أحسن من يكون عندك يعني أنت عارف إن الفحول هي اللي ترفع البل لو تطمنها. فالفحول ما لها قيمة. الفحل أنا عندي الفحل ما له قيمة، لو تخيرني بإبل قيمتها 100 مليون وفحل طيب منتج أخذت الفحل أنا برأيي أنا، والله كل واحد له رأي. طيب وفوائد أو يعادلها لأنه سعرها الحالي يمكنه ما مبالغة فيه، لكنه للمستقبل على المدى البعيد يعني. لا المدى البعيد يعادل الألبلة الطيبة حتى لو هي واجد وحتى لو قيمتها كثيرة. برأيك كم يعني يحتاج البعير عشان ينقل البل؟ 5 10 15 سنة يغير فيها؟ هو بيغير بها، بيعطيها الفحل. أنا برأيي أن الفحل يعطيها 50%. لا أقول لك يعني بيقلبها خلال 5 سنوات 10 سنين يعني يبين أثرها فيها. يبين صار كل جولة تلحق أمهاتها أطيب منها كل جولة، وكل جولة بتعقب لها 50 بكرة أطيب من أمهاتها. 3 سنين 150. بس يقولون دائما الجولة كاملة ما يطلع فيها يعني إلا 5 نوادر 10 نوادر بالكثير يعني. اسمع احنا فحلنا طلع جولته قبل العام الماضي 45 كله الندر ما شاء الله. والله ما فيه إلا وحدة يمكن نقدت عليها وبعتها رخيصة ب200، هذه نفو ما شاء الله. ولا غيره مرة كله الندر. طيب أبو فواز حنا نستأذنك بنشوف عرض البل وبعدين نكمل لقانا داخل البل. مشاهدينا الكرام فاصل ثم نشاهد بعد عرض إبل عليان بن راشد الطهيمي الحربي.
اختها واخوها قولهم هلا وحيوها عبر قناة الساحة تعينوا يا عالم واللي ظلمها ظالم لو قيل جعلك سالم ما هو بويا الراحة ومسكت بتحدي يقول ما حد قدي كحيلان ابوي وجدي على امي الذباحة تشهد لها مرقبة وسيادنا الهيبة في فعلها المريبة فازت وهي مرتاحة يعيش من نقاها وارخص لها واغلاها وحنا بها انتباها الله يديم افراحه واضحا تزايد زينها يا زينها واضحا تزايد زينها يا زينها واضحا تجيب الأول في كل عام واضحا تجيب الأول في كل عام واضحا وسيمة عزوتي بيمينها واضحا وسيمة عزوتي بيمينها واسم الطهيم صار بيمنها وسام واسم الطهيم صار بيمنها وسام هذه هي البالغالية من حينها هذه هي البالغالية من حينها ما طالها غير الكريم ابن الكرام ما طالها غير الكريم ابن الكرام يوم انها بالعفرة حامينها يوم انها بالعفرة حامينها يوم الهنادي والشباري والسهام يوم الهنادي والشباري والسهام واليوم بكنوز الذهب شاريناها واليوم بكنوز الذهب شاريناها من عقب ما صار الوطن برد وسلام من عقب ما صار الوطن برد وسلام لعيون واضحة ذهب الفخذ فحجها واضحة تلالا وبراي العجل عاجي أبات طرق حروف القيل وانسجها وارسم لا صورة ببحور الأمواج ارسم لا صورة المعنى وتوجها بحروف قافين يشيلك كلها الراجي واضحا شماخ ذكرها والفوز ناتجها رايات علم حرب درع الماسى والتاجي واضحى الطيمين
مثمونها ما يجيب كل الباجي، جاب الملايين بالرشد وخرجها، حر شمخ للعلم كل منهاجي، جاب الملايين بالرشد وخرجها، حر شمخ للعلم كل منهاجي، وضحى تزايد زينها يا زينها، وضحى تزايد زينها يا زينها، وضحى تجيب الأول في كل عام، وضحى تجيب الأول في كل عام، وضحى وسيمة أزوتي بيمينها، وضحى وسيمة أزوتي بيمينها، واسم الطهم صار بيمنها وسام، واسم الطهم صار بيمنها وسام، هذه هي البالغالية من حينها، هذه هي البالغالية من حينها، ما طالها غير الكريم ابن الكرام، ما طالها غير الكريم ابن الكرام، يوم انها بالعفرة حامينها، يوم انها بالعفرة حامينها، يوم الهنادي والشباري والسهام، يوم الهنادي والشباري والسهام، واليوم بكنوز الذهب شاريناها، واليوم بكنوز الذهب شاريناها، من عقب ما صار الوطن برد وسلام، من عقب ما صار الوطن برد وسلام، لعيون واضحة ذهب الفخذ فحجها، واضحة تلالا وبرايا العجل عاجي، أبات طرق حروف القيل وانسجها، وارسم لا صورة ببحور الأمواج، ارسم لا صورة المعنى وتوجها، بحروف قاف يشيلك كلها الراجي، واضحى شمخ ذكرها والفوز نتجها، رايات علم حرب درع الماسى والتاجي، واضحى الطيمي عريب انساس منتجها، مثمونها ما يجيب كل الباجي، جاب الملايين بالرشد وخرجها، حر شمخ للعلم كل منهاجي، جاب الملايين بالرشد وخرجها، حر شمخ للعلم كل منهاجي، واضحى تزايد زينها يا زينها، واضحى تزايد زينها يا زينها، واضحى تجيب الأول في كل عام، واضحى تجيب الأول
في كل عام، وضحى وسيمة عزوتي بيمينها، وضحى وسيمة عزوتي بيمينها، واسم الطهيم صار بيمنها وسام، واسم الطهيم صار بيمنها وسام. هذه هي البالغالية من حينها، هذه هي البالغالية من حينها، ما طالها غير الكريم ابن الكرام، ما طالها غير الكريم ابن الكرام. يوم النهب العفرة حامينها، يوم النهب العفرة حامينها، يوم الهنادي والشباري والسهام، يوم الهنادي والشباري والسهام. واليوم بكنوز الذهب شاريناها، واليوم بكنوز الذهب شاريناها، من عقب ما صار الوطن برد وسلام، من عقب ما صار الوطن برد وسلام. لعيون واضحان ذهب الفخذ فحجها، واضحان تلالا وبراي العجل عاجي، أبات الطرى. مشاهدينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم من جديد، وما زال ضيفنا وضيفكم عليان بن راشد الطهيمي الحربي. حياك الله أبو فواز من جديد. الله يحييك ويبارك فيك. احنا وسط البل ما شاء الله تبارك الرحمن. قبل شوي شفنا قعود، هذا على من؟ الله تسعدنا طول عمرك. لا اللي شفناه اللي الحين صورناه. هذا اللي على كحلان أنا شفته. كحلان الظاهر انه توفى. الله يخلفه ان شاء الله. واللي يقول من عقب ما مات. إيه. وخلص ما مات. عقب خير لله الحمد. عقب فحول، عقب ابل، وعقب خير. هو منين جاك وسلالته؟ هو سلالته بالرمان، اشتريناه من واحد من الاخوان، واستلالته الاصل من رمان. الان معك فحلت من عياله ولا؟ نعم، احنا الان بنفحل ان شاء الله، زعدان مجهزين انه يكون مفحول ان شاء الله. انت تقول ما شاء الله قبل شوي في الجزء الاول تقول 45 كله النوادر ما شاء الله. ايوه بالشرك. على الاول ولا على فحل؟ لا والله عليه، على البئر هذا. والله البئر هذا، وعندنا بعد من زمن قبله نوادر طيبه فحول بخير الله. والفحل الان على فحلك الاول اللي مات؟ لا، الفحل اللي الان ولا شريته هذا؟ لا والله هذا انتاج، وابوه ما هو من زمننا، ابوه بين ثاني، لكن طيب اللي هو شفته شو البارز هذا. طيب انتاج علي البارز هذا كيف انتاجه؟ طيب جدا جدا طيب. يصل 45 ولا اكثر ولا اقل؟ والله هو توه قاعد يضربها الحين توه على اول. البطنه هذه عليها اللي ان شاء الله الحين تصير عليه ان شاء الله. بالنسبة للمزارع أبو فواز، بعض الناس يقول جلاتها على البل ما هي بطيبة، وعاقبتها على البره ما يحبونها بعض أهل المزارع. مزارع صغيرة ومحشورة، وهذه يمكن ما تستوعب البل. وبعض المزارع اللي كانها مساحات لله الحمد، مثل المشروع اللي شفت هذا لله الحمد يوسع الصدر وتوسع البستورة فيه في خير. بالنسبة لمحاويلكم وطلاعكم من المزارع، دائم عادة كل يعني راعي له وقت معين يطلع، وقت للنفود، وقت المرباع، وقت. والله ان الطلعة نعاني منها شوي، لأن الحقيقة المزارعين الله يهديهم بعضهم يعني ما هم كلهم، والله بعضهم يلتزم من النظام وجزاه الله خير ولا هو بردي، لكن بعضهم يضيق الشارع شوي،
يمشي على الشارع يضيز شوي، وهذا والله ما ظاهره ما هي طيبه. انت ترى صاحب مزارع انت. والله انا صاحب مزارع واعاني من الشيء هذا. انت شفت شارعنا الحين 50 ترى ما يقل عن 50. طيب تشوف انه يعني كافي؟ وارى انه 50 لانه 50 اقل من 50 ما هو بشارع، يعني 50 30 معقول، اما اقل منهن والله انها ما هي الحقيقه ما يدي الغرض بالنسبه للابل وبالنسبه للماره وبالنسبه للباديه. اما عاد السيارات، لا السيارات حتى ال20 كافيه له. طيب بالنسبه لاصعب يعني الامور اللي تواجهكم في المحاويل؟ هو ما يضايقنا الا الشبوك هذه والشوارع الضيقه هذه هي اللي تضايقنا، يعني ما في مضايق. بالنسبه لامراض الابل، انتم الان في منطقه يعني قريب حايل، الظاهر اقرب مستشفى للابل في الحسا. لا سمح الله لو صار عندكم يعني مرض في الابل. والله بالنسبه لامراض الابل نعاني منها ترى. وانتم عاد ملاك ابل وابلكم كلها والله نعاني من الحقيقه بيطريين مختصين بالابل وبابحاث الابل، ولكن ان شاء الله ان تامل خير، لانه فيه المؤتمر العالمي يمكن حضر فيه 24 دولة تقريبا، افتتح سمو الأمير سلطان بن عبد العزيز الله يطول عمره جامعة القصيم. في مركز قبل جامعة القصيم. وأمر لا ما في مركز، وأمر الله يسلمه بإنشاء مركز في كلية الزراعة فيها مركز. في كلية الزراعة بس ما في مركز أبحاث، هو أمر بإنشاء مركز أبحاث، وهذا وسع صدورنا والله، وقلنا بيض الله وجهك عليه، وإن شاء الله متحرين إن شاء الله خير. طيب أنتم كيف تعاملون معها الآن؟ هل يعني بالطب القديم مثل تسوي مثل الأمور، ولا تجيبون لها تأخذون من الصيدليات علاج؟ حنا والله على رحمة هالبيطرية الصيدليات يعطونا علاج، وبعضهم يوافق بعضهم ما يوافق، لكن الكثير ما يوافق، إلا علاج الجرب نجح، ما استفدنا منه البطارية هذه إلا علاج الجرب والنحاس، ومن غيره والله خطأ صواب. بالنسبة للأعلاف وتكلفتها الآن، أثرها على ملاك الثروة الحيوانية بشكل عام، سواء صارت غنم أو إبل؟ المراعي والله إن المراعي إنها حقيقة شيء الحقيقة إصدالها الجبين الآن بالنسبة للإبل بالذات، يعني الحقيقة قلت المراعي. أنت عارف السنين التالية هذه كلها جفاف، سثرت المزارع بالكثير من المناطق، صار في راعي جاير، بقى عندنا النفود أشوى شوي فيها إلى حد الآن فيه تنفس شوي بالنسبة لها. وإن شاء الله نقول إن شاء الله أن المعازيم إن شاء الله أنهم يحرصون عليها، وأنها ما تكون فيها تشبك ولا يصير فيها مزارع ولا يصير فيها، هي اللي متنفس لنا. بالنسبة للتجارب، أنت عندك ما شاء الله مشروع زراعي كبير، في الآن من الجوف جاي بذر للنباتات الصحراوية المعروفة مثل العرفج، مثل الصفارة، مثل يبذرونها يشغلون عليها الرشاشات وتطلع كأنها محمية. موجود الله موجود. لا والله ما جربتها أنا، لكن موجود العرفج أي شيء تبذره موجود، والرغل هذا يسمونه الرغل هذا يبذرونه بعد ولا يصير زين، اللي بيبذره عنده مساحات يستغني عنها يبذره، شيء طيب. ونجح معكم يعني؟ صار والله احنا ما جربناه، لكن هو جربوا بعض الاخوان نجح معهم شيء طيب والله. طيب انت صاحب مشاركات عديدة في أمزاينات، الرجال اللي بيزاين وش توجه له يعني من كلمة، أو للمشاركين يعني بشكل عام؟ اللي بيشارك من جديد يقول الله يعينه. نعم، يقول الله يعينه، المكلف اليوم مكلفة ملايين اليوم. أنت صاحب تجربة. والله صاحب تجربة. نصيحتي له اللي بيجي اليوم انه يعتني بالفحل، قبل ما يجي يعتني بالفحل قبل يأسس البل، لأنه من الصعوبة انه يبي يأسس أبل طيبة بوقت وجيز لكن يطول العمر لا اقتنى بالفحل وحط بالمتوجهة
يقول إن شاء الله إنه يمديه إن شاء الله. أنا أشوف أغلب إبلك ما شاء الله يعني ما توحش من الناس ولا متعودة. إيه. شفت مقارنة. أكيد إن في بعض أهل الإبل يعني لها نفسه غلا خاص. والله يفرق عن الإبل كله. هي البل يقولوا لها عالمين. البل يقولوا لها مثال قديم، يقول البل عالمين، لو تعلم الصلاة نعم. مثل الأوادم تعلمت. الدليل طول عمرها الحين تحركها على هالرحول، تعرف صوت رعيها وتعرف مثل ما تشوف حركتها قبل شوي. لو تصوت لها الناقة هذه جتك. لا في بعض الإبل يقول يصير عند صاحبها مظنة بصدره، يصير لها غلا خاص. هي تعرف اللي يغليها. شفت؟ أما الناقة إيه. تعرف اللي يغليها وتروح له. رعيها تعرفه وتعرف صوت الموده وتعرف اللي يحبها وتعرف اللي ما يحبها. طيب. الله معطيها حواس. يقولنا راعي الإبل اللي ما يركب الرحول ولا يوده، يقول ما هو ببال. أنت ايش رايك أبوه؟ والله احنا ما نركب الرحول. إيه؟ نوده لكن الرحول فيه من يكفينا فيها. إيه؟ لو احتجنا الرحول نبي نركبها، لكن فيه من يكفينا، عسى الله يسلم من يكفينا فيها. ولله الحمد والشكر بهالدور الطيب، لله الحمد. امن وامان ورهافيه وخير، ترى لك الحمد. احنا اليوم اسال الله يعز دولتنا احنا حدرها، ويعز الامن والايمان، ويحفظ لنا قادتنا. كاننا ملوك مثل ما تشوف. في من يخدم وفي من يروح على ما قال يسوي كل شيء، وانت ما عليك الا تجيك كانك ضيف شرف. هذه نعمة. يا الله لك الحمد والشكر. اسال الله نعمته، اسال الله يديمها ان شاء الله، ويدر علينا ان شاء الله نعمته، يحفظ لنا ديننا ووطننا وقادتنا. أبو فواز، الإنتاج السنة هذه كيف عندك؟ والله جيد ابشرك. هذا التفت وراك، هذا انتاجنا. تشوف كل اللي نشوف هذا كله انتاج. هذا زعدين والبكارة كله طال عمرك انتاج. ما شاء الله. أبو فواز، احنا نشكرك على حسن استقبالك. ودنا ان الحديث انه يطول معك، لكن احنا محكومين في وقت. تود اضافه اخيره قبل نهايه هذا اللقاء؟ احنا ودنا والله ان سوالفنا معك انها تطول، لكن احنا محكومين بوقت. تود اضافه كلمه اخيره قبل نهايه هذا اللقاء؟ أبد الإضافة يا طول العمر. أحب أني أشكر خادم الحرمين الشريفين باهتمامه للمواطنين وللوطن، نسأل الله يحفظه ويسلمه، وولي عهده الأمين والحكومة الرشيدة. وأحب أشكر الأمير مشعل بن عبد العزيز على اهتمامه بالإبل وبذل الجهد مثل ما شفت. وأحب أشكركم أنتم كالساحة يا أبو سعود على حضوركم واهتمامكم ومتابعتكم ملاك الإبل وتشجيعكم. هذا ترى يعتبر تشجيع لنا يا ملاك الإبل. تصويركم وسوالاتكم عنا ونقل همومنا على الساحة، هذا تشجيع لنا. الساحة قناتكم. اي والله بيض الله وجهكم والله وتشكرونه. شكرا جزيلا. احنا نشكرك على حسن الاستقبال وعلى حسن الضيافة أبو فواز. الله يطول أعماركم ويحييكم، وهذه فرصة سعيدة وجودكم. والشكر لكم أنتم أيضا مشاهدينا الكرام، إلى أن نلتقي في حلقة جديدة من برنامجكم ملاك الإبل. نستودعكم الله ودمتم بخير. ملاك الإبل.